بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت اعمل شويه عدس بطريقه مختلفه. هنحط ايه؟ حطيت حته سمنه بلدي وبصلايه وثوم وقرن فلفل سبايسي وجزرايه وطماطمايه، واحط كمان بطاطسايه. نسيت اقطع البطاطسايه، وادي البطاطسايه. كل حاجه هي اخر حاجه عندي في الثلاجه. تمام. ما لقيتش عندي غير كوبايه عدس، فقلت والله اللي انا عاملاها الدنيا ساقعه، عايزين نشرب حاجه تدفينا، فقلت هعملها. هحط شويه على ما يتشوحوا مع بعض كده والدنيا تظبط. هحط شويه ملح صغيرين، وهحط شويه كمون. اهم حاجه في العدس حاجتين يا جماعه، الكمون اسمه ايه، والكركم. بس ده اللي بيتحط وهي بتتشوح كده. هحط كركم، معلقتين كركم بالمعلقه الصغيره كده. يبقى انا عملت الخلطه بتاعتها. هستنى شويه لما تتشوح. عندي سنه ريحه الكركم تحفه تحفه تحفه، عامله زي ريحه المغاد. هبدا اجيب كوبايه العدس بتاعتي غسلها، ممكن القطع لسه جاي، يعني ربنا يهديهم بقى ويسكتوا شويه. هقلب تقليبه، استنى عليه العدس يشمع شويه في الميه. وعندي مواعين غسلاها، احسن حاجه في الدنيا انك كل ما تستخدميه من اي مواعين على طول في ساعتها اشربي وشي. وغاليه الميه في الكتل. هبدا ازود ميه بتغلي، طبعا بما ان الحاجه سخنه فهزود ميه سخنه، وهسيبهم. هوطي عليهم النار وهسيبهم يستووا. وطي شويه عشان ما يتلسعش وما يتحرقش، وهسيبهم براحتهم يستووا. هيطلعوا احلى شويه عدس في الحياه. يلا اشوفكم لما استوى العدس. هنصفيه، هنضيف عليه ونسيبه يبرد شويه ونصفيه. غسلنا الحله، حطينا حتتين زبده صغيرين، وبعدين هنحط شويه زيت ذره عشان ما تتحرقش مني. وهجيب شويه شعريه، المره دي عايز ياكلوه بالشعريه. الشعريه عندنا، كل حاجه عندنا، وعندنا وعندكم الخير كله. هنحط طبعا شعريه مش كتيره اهو، حبه في ايدي كده عشان هي بتزيد وبتخن العدس. الناس اللي بتحط كتير وتلاقيه اتعجن وبقى كتير وماسك نفسه. هنشوح شويه. الشعريه لما نيجي نحمرها ما نخليهاش فاتحه قوي هتبيض، وما نخليهاش غامقه قوي عشان هتغمق الحاجه وتسمرها. ضربنا شويه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنوطي النار خالص بقى، نوطي النار كده شمعه ونضرب الباقي. ضربنا الباقي على فكره لو سخن قوي وانت كده كده هتزوديه وهتضربي في الخلاط وخايفه على الخلاط بتاعك لا يتشرخ ولا حاجه من كتر الحراره، حطي شويه ميه ساقعه وصفي. يعني شويه ميه ساقعه وعليها الحاجه السخنه اللي انت هتحطيها واضربي بيها في الخلاط السخن والبارد، وهاتيه حطيه صبيه على ده. حتى نلاحظ هنا عشان زودت شويه ميه انه فتح شويه، ولكن عايزه اقول لكم قسما بالله الريحه تحفه. الحاجات اللي محطوطه فيه وشويه التوابل، الكركم اصلا ريحته حلوه جدا في الاكل، حتى في الحاجات اللي بصلصه ريحته حلوه جدا.
صفينا، طلع شوية تفل صغيرين بتوع البصل والثوم والبصل والجزر وخلافه. وهقلب وقولوا لي ايه رأيكم في اللون. عايزة تحطي ماجي حطي، عايزة تحطي ملح بس حطي زي ما انت عايزة. هزود شوية ملح لان احنا مش بناكله حادق، مش بناكل الاكل حادق، ولكن عشان انا حطيت في الاول شوية صغيرين جدا. هنوطي النار، نقلب الاول تقليبة عشان الشعرية بتسقط تحت، لما بتتحمر بتسقط تحت، وكمان عشان ما يفورش مننا على النار. وبكده خلص العدس، شوية عدس يعني بألف هنا وشفا. اتمنى تجربوا الوصفة وهتفرق معاكم كتير دي من دي. وكمان انا جربت موضوع البطاطس قبل كده لقيتها حلوة، فحطيت المرة دي ما كنتش بحط فيه بطاطس. هنسيبه بس كده على ما ياخد غلوة وبعد كده خلاص. بس خدناه غلوة او غلوتين كده على نار هادية، وقلبنا كويس عشان الشعرية بتسقط تحت. وهو حتى لو ما استواش وانتي سبتيه وهتغطيه وتسيبيه خلاص هو استوى، هتستوي الشعرية في قلبي. اشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم الشتاء القارس.